ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل حبايب قلبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. النهارده هنعمل بقى بعد الفطار كده حاجة حلوة سريعة كده، مش هتاخد مننا أي وقت خالص. طبعا كان عندي هنعمل كيكة الجلاش، كيكة سهلة جدا جدا وحلوة واقتصادية. تعالوا معانا لأول مرة يشوفها، تعالوا معانا شوفيها بجد، هتعمليها هتعشقيها ولادك يعشقوها. اللي اول مره يشوفوا وما اشتركش في القناه طبعا يشترك عندي، ومتنسوش تفعلوا الجرس وكومنت حلو لام عشان تشجعوها. هنسمي الله ونصلي على الرسول. قبل ما نسمي الله وقبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا، اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا، اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا بقى معانا بسرعه نشوف الفيديو بتاعنا. اول حاجه هنسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل اول حاجه هنعملها السيرب بتاعنا او الشربات، تمام كده. طبعا ده كنت عامله الزبادي، فعملته قبل الفطار. الطريقه بتاعته هتنزل لكم ان شاء الله، ممكن احتمال الفيديو ده ينزل كمان بعد فيديو الزبادي ان شاء الله. فانا بعمل الزبادي على طول في البيت. هنا معايا يا جماعه هنعمل الشربات. انا معايا هنا اهي سكر، بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد كوبايتين من السكر، سكر كمون عادي خالص، سكر حبيبات. هناخد بسم الله الرحمن الرحيم. يلا حبايب قلبي صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هناخد كمان كوبايه، تمام كده. هننزل عليهم بكوبايه من الميه، تمام كده. هنقلبهم تقليبه خفيفه كده، بسم الله. هنزل عليهم بمعلقه من العسل الجلوكوز، بحب اضيفه جدا على الشربات، بيبقى حلو قوي. تمام كده حبيب قلبي، نزلت بمعلقه كده اهوت. نزل كده بنفش معلقه العسل دي، بسم الله. هنقلبها بقى كده تقليبه خفيفه، وهنرفعها على النار. مجرد ما هتغلي نسيبها 10 دقايق بالظبط غليان او 5 دقايق، وبعد كده نعصر نص ليمونه. واول ما نطفي عليها ننزل بظرف من الفانيليا او معلقه فانيليا سايله، تمام. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده. كده يا حبايب قلبي كده عملنا الشربات او السيرب بتاعنا، تمام. معايا الصينيه اهيت، المفروض لو متاح عندك ومتوفر ورق زبده حط في الارضيه بتاعتها ورقه زبده، تمام. هندهن بس الصينيه كده، ما عنديش انا ورق زبده، فبرضه مش هنوقف نفسنا على حاجه، هنعملها تمام كده، سهله جدا. هندهن الصينيه بتاعتنا كده، وتعالوا نشوف الخليط بتاعنا، تمام. الخليط اللي هنحطه على الكيك الجلاش بتاعتنا. يلا حبايب قلبي كده اذكروا الله كده، تمام. هنركن الكلام ده بقى كله على جنب، وتعالوا الاول نشوف الجلاش بتاعنا. معايا هنا اهو نص لفه الجلاش، تمام كده اهو، والجاهزه العادي خالص، اي نوع جلاش انت بتستخدميه. بصي هناخد بقى ورقه ورقه كده، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بسم الله. حتى لو متقطعه معاكي ما تشيليش لها هم خالص، هتبقى حلوه وزي العسل. كده كده اهي ورقه اهي، وهنكرمشها كده اهو اهي، ونحطها كده نرصها جنب بعضها، تمام. تاني واحده، بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد الورقه كده 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 ونكشكشها كده اهو اهي، بصي اهي اهي، بس ما تكرمشهاش قوي، بصي اهي. ونحطها تاني جنبها ونرصها كده جنبها. هناخد ورقه تالته، سهله جدا جدا، بصي اهي. هنكشكشها كده اهي، ونحطها نرصها جنب اختها، تمام. هعملها كلها بالطريقه دي كده وارجع لكم تاني، استنوني. اخر ورقه معايا اهي، بصي بتكركشيها كده ولا تكرمشيها، ولا بتقولي ما بعرفش، بتكرمشيها كده اهي، بصي بالشكل ده كده، بصوا اهي، بترصيها في الصينيه. تعالوا بقى نشوف الخليط اللي معانا. بس قبل ما نعمل الخليط في خطوه مهمه جدا جدا لازم نعملها. هنعمل ايه؟ هقول لكم هنعمل ايه. سكينه بس اهي، هنجيب سكينه، وناخد ايه كده فتحات كده في الجلاش بتاعنا عشان الخليط اهو. بصوا خطوه مهمه جدا، هنغزغزه بس كده ايه
وبوس السكينة. بصي اهي سهلة كده. تمام كده خلاص، دي خطوة وسيبناها. معايا هنا كوبايتين من اللبن يا حبايب قلبي، تمام. عليهم هنا نص كوباية من السمنة والزبدة. حابة تحطي نص كوباية سمنة، نص كوباية زبدة، زيت على زبدة، زيت على سمنة، المتاح عندك. تمام، دي زبدة على سمنة. تمام كده. وهاخد هنا ايه الاول، بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل هنا بمعلقتين من السكر كبار، بسم الله. معلقتين من السكر كبار. تمام. هاخد معلقتين من النشا او معلقتين من الكاستر، لو عندك نشا او عندك كاستر ضيفي معلقتين. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقتين من النشا. تمام اهو. هاخد معلقه بيكنج باودر، هو اصلا الباكو معلقه، هاخد معلقه بيكنج باودر. تمام كده. وهقلب بقى، وهاخد كمان رشه من الملح صغيره. بصي رشه صغيره خالص من الملح، يعني ايه حبيتين كده بايدك اهو. بصي رشه الملح ما ننساش. هقلب بقى الكلام ده كله، الخليط ده كله، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كوبايتين من اللبن على معلقتين سكر على معلقتين نشا، وكمان معلقتين من معلقه بيكنج باودر. وهقلبهم كويس اول لحد ما يدوبوا معايا. بصوا اهو، قلبه كويس كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. الفرن طبعا يكون سخن معايا. خلاص السكر اهو. لو عندك سكر بودر يعني سهل على نفسك وحط سكر بودر. بس هو السكر اهو اتداب معايا، يعني سكر ناعم مش خشن، فداب معايا. انزل بقى نص كوبايه السمنه اللي معايا برضو واقلب. وهاجي بقى على الخليط بتاعي وهسقيه بالخليط ده كله اللي معايا كده، بالجوليش اللي معايا وهسقيه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بصوا هسقي بقى الكلام ده كله كده. بصوا اهو يا حبيب قلبي. بصوا نسقي بقى الخليط كده. عاوزه اقول لكم الريحه بجد تحفه. بصوا يا حبايب قلبي، معلش معرفتش بقى ايه امسك التليفون. بصوا ما شاء الله، بصوا الحلاوه والجمال. بصوا الكيكه عامله ازاي. بصوا غرقانه كده في العسل. بجد حلوه قوي، وحياة ربنا جربوها بجد بجد تحفه، اقسم بالله حلوه جدا. بصوا انا كترت الشربات بتاعها بس عشان احنا بنحب الحاجه مسكره. بصوا الحلاوه والجمال. هخلص الطبق. شوفوا هشه وجميله. بصوا شفتوا الجلاش. هخلص الطبق ده وانا معاكم. حلوه جدا وما اخدتش مننا اي وقت خالص. بصوا ولو زينيها بقى. انا هنا كان عندي سوداني. بص اي تزيينه عندك حابه تزينيها، ولو ما عندكيش اي حاجه. هنا كان عندي سوداني عملته كده في الكبه كده، ضربت ضربه خفيفه وزينت بيه زي ما حضراتكم شايفين كده. بجد يا حباب قلبي جربوها، حلوه جدا. هي كانت عايزه تبرد شويه بس بجد بصوا حلوه جدا. بصوا بجد حلوه قوي. بصوا من تحت السوا بتاعها عامل ازاي. جميله جميله تحفه، اقسم بالله حلوه جدا. جربوها. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب لأم آية، واشوفكم على خير في يوم جديد.
وحلويات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.